بصوا هي كده استوت، هو لونها كده لطيف حلو، حاسه كده. بصوا لا قرمشتها حلوه، هتبان في الاكل برضو. عاجبني كمان ان القطعه يعني على بعضها، مش تحس اني بواقي اكل او بواقي فراخ مثلا او كده. يا مساء الفل على احلى ناس في الدنيا. النهارده في مطبخ فاطمه، تعالوا نجرب كده حاجه جديده. بصراحه انا جبتها جاهزه لانه ما عنديش وقت اعمل بانيه او اي حاجه للغدا، وده كان على اساس اللي انا سمعته من الناس كلها. بصوا انا جربت زيها كده بس من شركه تانية، بس كانت سيئه جدا. فكتير قوي شكرولي في كوكي في التشيكن بتاعها، سواء بقى ستريبس او اي حاجه تانية. انا جبت النهارده الستريبس وهنعمل مع بعض. انا جبت اللي هو السبايسي الحار، في منه العادي برضو. بصوا انا هفتحه معاكم بصراحه، انا معرفش هيبقى ايه الدنيا جوه. تعالوا نشوف مع بعض وبامانه هشوف بقى وهقول لكم ايه اللي انا شايفاه وحاساه بعد ما تستوي كمان. بالنسبه للمكونات كمان لقيتهم كاتبين هي عباره عن قطع فراخ. انا بميل برضو لو جبت حاجه زي كده ما تبقاش حاجه مفرومه عشان ابقى عارفه ايه اللي جواها، فدي قطع فراخ مش مفرومه، وحاطين عليها شويه ملح وفلفل وكرفس وبصل بودره وثوم بودره وشويه حاجات كده. بالنسبه للطريقه برضو هتلاقوا ان هي كاتبين الطريقه هي دي سهله. كاتبين انه في طريقه من اتنين، اما اني انا اغلي الزيت كويس قوي على النار من فوق واحط فيه الكوكي، طبعا تبقى متلجه عادي مجمده، او ان احنا نحطها في الفرن، تكون الفرن برضو سخنه جدا، ونحطها كده من غير اي حاجه في صينيه وتستوي. لا انا بصراحه هسويها في الزيت من فوق. تمام. بس خليني اقول لكم على حاجه بالنسبه للتسويه من فوق واحنا بنسوي. هقول لكم برضو على تريك هنعملها عشان اتاكد ان هي استوت كويس. عايزه اقول لكم كمان انه بفكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس، ويا ريت لو جربتوها تقولوا لي برضو انتوا رايكم ايه، يعني ممكن تعجبني او ما تعجبكوش او العكس، بس انا حابه ان احنا نجربها يعني. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنفتح مع بعض دلوقتي. بصوا ده كده شكلها جوه العلبه. بصوا هي مغلفه بشكل نظيف ومتقفله كويس. لاحظت كمان هنا عاملين فتحه عشان تبقى سهله تتفتح من غير ما نقص او نعمل. هنحمر دلوقتي مع بعض ونشوف هيطلع ايه النتيجه. انا مولعه على الزيت عشان يتقدح كويس قوي ويغلي، وبعدين هقوم حطاهم فيها متجمده زي ما هي كده. اول ما نلاقي ان هي بدات الفوران بتاع الزيت يقل سنه، اوطي عليها سنه زي ما كنت بعمل الكوردن بالظبط، عشان اضمن ان هي استوت من جوه، لان بصراحه المجمد ده لازم اضمن مستوى من جوه كويس. يعني هي لونها لطيف وحاسه ان هي شكلها كويس، بس خلينا نشوف مع بعض. يلا بينا نشوف الزيت اتقدح ولا ايه عشان ننزلها مع بعض. هنزل بيها ايه كده في الزيت. بصوا هي كده استوت، هو لونها كده لطيف حلو. تمام. لا القرمشه يعني حاسه كده. بصوا لا قرمشتها حلوه، هتبان في الاكل برضو، بس يعني انا سامعه الدنيا كويسه. عاجبني كمان ان القطعه يعني على بعضها، مش تحس اني بواقي اكل او بواقي فراخ مثلا او كده، فالشكل يشجع. فخلينا نشوف برضو الطعم والسوا وكده. خلينا نشوف. شايفاها مستويه كويس بصراحه، وشايفه حتى اللون هنا محمر شويه، واضح ان هي سبايسي قوي، لان اللون حتى بتاع الصوص السبايسي باين حواليها. طب ندوق كده ونشوف. انا طبعا مش عارفه كام ان هي مش شطه قوي، بس تحفه. وصوت القرمشه بتاعتها سامعين واخدين بالكم منه، بس مش عارفه استوعب الكلام مع الشطه اللي فيها، بس لا لطيفه يعني. حاسه ان هي شكلها حلو. عايزه افتح واحده كده يعني اعملها بالطول اتاكد ان كلها استوت. سامعين صوت القرمشه. عاجبني كمان بقولك فكره ان هي مش فتافيت، هي قطع فراخ يعني نسايل. شايفين اللون ده السبايسي بتاعها. بصوا هي ظريفه، فاحنا كده يعني يعتبر بننقذ موقف بشكل لطيف. يعني طعمها حلو مش وحشه، ومستويه كويس، حاساها نظيفه يعني، فهي حاجه لطيفه. عامه برضو مستنيه لما تجربوها قولي تعليقاتكم. يلا بفكركم تاني باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. الف هنا وشفا، جربوا وقولولي.